النهارده معانا فيلم ضرب نار وكله انتقام وحالة من الإثارة والتشويق التي لم ولن تراها إلا عند مستر أفلامكو. حط الاشتراك المتين ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع عم بوبي، الراجل الغلبان الطيب اللي ما بتطلعش منه العيبة، وهو رايح الشغل بتاعه في أمان الله زي كل يوم. بيبان إنه شغال في هايبر كبير لأي حاجة تخص الأخشاب، ورشة كبيرة يعني، وبيبان إن كل زمايله بيحبوه. بيروح عم بوبي يتغدى مع جاك صاحبه. بنعرف ان جاك عايز يقدم في وظيفة حارس امني، بس علشان يتقبل لازم بوزن معين، وعلشان كده عم بوبي بيساعده انه يخس ويوصل للوزن المطلوب. بيخلص الشغل وبيرجع بوبي للبيت اللي كان منظم جدا وكل حاجة فيه على المسطرة، ولما بيجي الليل بيروح الكافيه اللي متعود يشرب فيه القهوة ويقرأ شوية في الكتاب اللي معاه. في نفس الوقت بتوصل بنتنا لينا، ودي يكفيك الشر فتاة ليل بس غصب عنها، مش حابة الشغلانة أصلا. بتكون عارفة قصة الكتاب اللي بوبي بيقرأ فيه، وبتسأله هو الصياد قدر يصطاد السمكة ولا لأ، فقال لها إنه لسه ما وصلش للجزء ده. ومن الكلام معاها بنعرف إن لينا بتعرف تعزف وتغني، بس الزمن هو اللي حكم عليها بشغلانتها السودة دي. بتعدي الأيام اللي شبه بعض عند بابي لحد ما بيروح الكافيه تاني. هناك كانت لينا اللي باين على وشها الحزن بتسأل بابي لو العجوز قدر إنه يصطاد السمكة، فقال لها إنه نجح، بس للأسف أسماك القرش هجمت عليه وكلت السمكة منه. فقالت له إن ده حظه، ده غير إنه عجوز فما كانش هيقدر إنه ينقذ السمكة. ولكن بابي قال لها كلامي غلط، وإن البني آدم لو عايز يتغير ويبقى في طريق صح، كلامي مفهوم طبعا، هيقدر إنه يعمل كده. وقتها سولافي، وده زعيم المافيا اللي مشغلها، كان بيرن عليها بيقول لها يلا في زبون، وعلى الرغم إنها قالت له يشوف واحدة تانية لأنها تعبانة، إلا إنه رفض وعرفها إن الزبون طالبها بالاسم. ومن بجحته بيبعت لها الزبون قدام الكافيه وبتركب معاها العربية بالغصب. تاني يوم بنشوف بابي وهو بيدرب جاك صاحبه وبيشجعه وبيعرفه انه لازم يشد وزن تقيل. افرض يعني اصلا انا كنت في المبنى وحصل حريق، هتشدني ازاي وانا 85 كيلو؟ يلا يا بطل، عاش يا دبابة. لما بيجي الليل كالعادة بيروح للكافيه، بس المرة دي كان معاه كيكة قدمها لينا وقال لها انه كان عيد ميلاد صاحبه واستخسر انه يرميها. فبتاخد الكيكة وبتروح تقعد على الترابيزة معاه، وبيلاحظ آثار ضرب على وشها. لما بيسألها بتقول له بسيطة وما تشغلش بالك. بيتكلموا عن الموسيقى اللي هي بتحبها، وبتبقى جايبه له سيديهاية عليها أغنية من تأليفها وألحانها وصوتها، وبتتمنى إنها تعجبه. وبتسأله لينا لو مرتبط، فبتعرف إنه كان متجوز وللأسف مراته ماتت، ومن يومها وهو حزين وقلبه مكسور. بعد كده بياخدها وبيتمشوا مع بعض، ولكن فجأة عربية سولاف بتقف قدام منهم، وبنعرف إن الزبون الأخير ضرب لينا فلينا ضربته. سولاف جاي ياخدها عافية بالضرب عشان تتأسف، وبتقول لبابي إن كل حاجة تمام وإنه يبعد هو عن المشاكل. أما سولاف الكلب فبيدي لبابي الكارت بتاعه وبيقول له ما تزعلش يا جد، وتقدر تطلب أي بنت غيرها أجيبها لك، وده لأنه فاكر إن بابي زبون يعني وكده. والعربية بتاخد لينا وبتمشي، أما بابي في عيونه كانت كلها غل وانتقام. تاني يوم بابي بيروح الكافيه ومش بيلاقي لينا، فالويتر قال له إنها للأسف في العناية المركزة لأنها تعرضت لضرب جامد قوي. بيجري بابي على المستشفى وبيلاقي لينا على السرير وهي متدشملة بالشكل ده، وبيراقبها من بعيد وبيستنى بره لحد ما جيسيكا صاحبتها بتخرج، وبيروح يلحقها من القهوة السخنة اللي اتكبت عليها وبيسألها ايه اللي حصل. فقالت له ان لينا ضربت زبون تعدى عليها بالضرب، فسولاف الحلوف ضربها وشوهها علشان تبقى عبرة لكل البنات اللي بتشتغل معاه. وبتقول له كمان ان دي مش اول مرة يعمل كده، وانه قريب قوي حرق وش واحدة من البنات بالحمض علشان برضو تبقى عبرة. وبتقول له ان سولاف خطف لينا من اهلها من وهي طفلة صغيرة ومحدش بيقدر يقف قصاده، وانه كمان هدد لينا انها لو ما عقلتش وكررت غلطها تاني فهيقطع احبالها الصوتية خالص. بيرجع بابي البيت وهو متأثر قوي باللي حصل للينا، لحد ما قرر انه لازم يحررها من ايد سولاف. تاني يوم بنشوف المعلم سولاف وهو رايح الحانة بتاعته، بيدخل لمكتبه وبياخد فلوس الإيراد من رجالته، وفجأة الباب بيخبط عليهم وبيبقى عم بوبي. طبعا الكل استغرب هو وصل للمكان ده ازاي بالسهولة دي. المهم بابي مش بيهتم بالكلام وبيديله الكارت بتاعه اللي اداهوله في اليوم اياه. فسولافي قال له انا بوزع كل يوم آلاف الكروت، فلا مؤاخذة يعني مش واخد بالي منك. فبابي بيختصر الكلام وبيقول انا جاي عشان لينا، وبيخرج من معاه ظرف فيه 10,000 دولار مقابل حرية لينا وانه يسيبها في حالها. طبعا سولاف بيضحك عليه، وده لانه بيكسب من ورا لينا فلوس كتير قوي، وال10,000 دول بيجيبهم في كام يوم. وقتها بابي كان ماسك نفسه بالعافية، اللي هو يا اسطى انا مش عايز اتغاب عليكم فنحلها بالحب احسن. ولكن سولافي قال له خد فلوسك وامشي من هنا، والا اخلي الرجاله تعمل معاك الجلاشه. بياخد بابي الفلوس وبيروح يقفل الباب وبيبص عليهم بنظره جابت كل تفصيله لكل واحد فيهم، وقام ظابط الساعه بتاعته وقال لهم مش هتاخدوا في ايدي اقل من دقيقه.
بالفعل هاجم بوبي عليهم بسرعة البرق، والراجل طلع نينجا يا جدعان، محترف في القتال، وفي أقل من الوقت المحدد فعلا خلص عليهم. وبيقعد جنب سولافي وقال له يا اسطى كنت حلتها معايا وخدت الفلوس وسبت البنت في حالها، عاجبك كده يعني حالك دلوقتي بقى لما صحيت الوحش اللي جوايا؟ وقتها سولافي كان بيموت أصلا، بس من صدمته في بوبي وفي ضربه وحرفنته كان بيسأله انت مين؟ وفي الآخر بيموت. بيرجع بوبي للبيت بيعيش حياته الطبيعية عادي لحد ما جاك بيوصل وبيديله ورقة الميزان، وأخيرا بيوصل للوزن اللي يقدر بيه يقدم في مسابقة الحارس الشخصي، وبيشكر بوبي لأنه هو اللي ساعده في كده. لما بيرجع البيت الأخبار كلها ما كانش ليها سيرة إلا عن عصابة سولاف، وجابوا السبب في إن كان ليه أعداء كتير من عصابات تانية. في الوقت ده بينزل من الطيارة مورجان، وده يا جدعان الإيد اليمين لزعيم المافيا الروسي، وبيبعته لحل المشاكل اللي بتوقف الشغل الشمال بتاعه. الراجل كان جاي سخن واخد الورق اللي كان فيه كل حاجة تخص الجريمة، وشاف ان سولاف رجالته مقتولين على ايد واحد نينجا ومحترف، وطلب من الضابط الفاسد اللي شغال تبعهم انه يفرغ كل كاميرات المراقبة بتاعت كل المباني اللي جنب حالة سولافي. تاني يوم بنشوف بوبي وهو بيسأل عن جاك صاحبه، وبيتفاجئ انه قدم استقالته فجأة، فبياخد نفسه وبيروح يسأل عليه، بيلاقيه في مطعم امه اللي اتحرق بدون اي سبب، وكان بيساعدها في التنظيف، وقال لبوبي انه لازم يقف جنب امه ومش مهم الشغل. بنروح لمورجان اللي راح لرئيس عصابة زي سولاف كده لكنه كان ايرلندي الاصل. المهم الراجل كان عمال يزعق ويقول لهم انه استحالة يعمل حاجة زي كده او يقتل سولافي، وده لانه جامد قوي، لو عايز حاجة هيعملها من غير قتل يعني. وقتها مورجان بيتضايق، اللي هو انت فاكر نفسك شبح يعني؟ قام قايم ضربه بكل قوة وعنف. كل ده والظابط كان واقف وشايف مورجان، وعرف انه سايكو ومحبوس بالقتل والتعذيب وخاف منه. بيقابل مورجان جيسيكا وبيسألها عن لينا، فقالت له انها ما تعرفهاش، وده لانه عمل جرد للبنات اللي شغاله مع سولافي، وعرف ان لينا مش موجوده واختفت من البلد اصلا، بس جيسيكا انكرت انها تعرفها. لما بيرجع البيت بتوصل له صور من الكاميرات لكل المباني اللي حوالين الحانه بتاعت سولافي، بيشوف فيهم بوبي ومعاه لينا، وكان بوشكي زعيم المافيا الراس الكبيره بيقول له خلص الحوار في السريع منه لان عمليات النقل وقفت بسبب الجريمه دي، وده مأخر الشحنه بتاعته. بنروح للمطعم بتاع ام جاك، وبيبان ان في 2 من الشرطه فاسدين برضه بياخدوا منها فلوس كل شهر بالغصب، وان هم السبب في حريق المطعم لانها ما دفعتش الشهر اللي فات. من حظهم ان بوبي بيعرف وبيستناهم بالليل وبيعمل معاهم الصح وبيديهم اللي فيه النصيب من الضرب، وبيأمرهم ان من الصبح يرجعوا الفلوس لاصحابها. فعلا تاني يوم بيسلموا الفلوس لأم جاك اللي كانت بتحمد ربنا ان شقاها وتعبها رجعوا لها من تاني. المهم بنروح لمورجان اللي كان مقدر البت جيسيكا بالشكل ده لانه عرف من باقي البنات ان جيسيكا صاحب لينا المقربه، فازاي بقى يا حلوه تكدبي عليا وتقولي انك ما تعرفهاش؟ بيقوم مهديها واخد منها المعلومات اللي عايزها، زي ان بوبي الوحيد اللي سأل عن لينا لما كانت في المستشفى. وبيروح مورجان يجيب لها ميه تشرب، وبعدها بيلف ايده حوالين رقبتها وبيقتلها. اما بوبي فبنشوفه بيلعب ماتش وبيسلم على جاك اللي اتقبل في وظيفة كحارس، وكل ده بسبب تشجيع بوبي ليه وانه حلله مشكلة المطعم بتاع امه. لما بيرجعوا للشغل من تاني بنلاقي ان في حرامي مثبت الكاشير، وبوبي هيموت ويتعامل معاه لكنه مش عارف بسبب وجود الاطفال في المكان، والحرامي بياخد الخاتم اللي مع البت غصبا عنها، وهي بتبقى زعلانة قوي لانه ذكرى من امها الله يرحمها، لكن بوبي بيديهوله وبيقول له طريقك اخضر يابا مع السلامة، وبيجري بوبي وراه وبيلقط رقم العربية، وبكده نقدر نقول ان الخاتم كده كده راجع. بيروح بوبي للمول وبياخد منه شاكوش حلو كده يكسر بيه دماغ المجرم، وتاني يوم البنت الكاشير بتلاقي الخاتم بتاعها في الدرج، وبكده الباشا بوبي بيبقى علم على المجرم. وبنشوفه وهو بيرجع الشاكوش مكانه، وهو بيتعشى بالليل بيسمع صوت غريب بره. لما بيفتح الباب بيلاقي مورجان قدام منه بيسأله عن جيسيكا، فبوبي بيرد بكل ثقة انه يعرفها بس المعرفة سطحية يعني، وبيسأله كان بيعمل ايه في الحانة بتاعت سولافي، فبوبي قال له انه كان رايح يقابل زميلة ليه لكنها ما جاتش بسبب ابنها اللي جاله سخونية. من هنا بوبي بيعرف ان مورجان مش من الشرطة ولا حاجة، وكذلك مورجان عرف ان بوبي مش سهل ووراه حاجة خطيرة. تاني يوم على طول بوبي بيروح يشتري كاميرات صغيرة بيزرعها في كل حتة في الشقة بس من غير ما حد يكتشفها. أما مورجان فكان أمر رجالته بخطف بوبي لكن من غير ما حد يأذيه. فعلا بيبعت له مجرم متنكر في زي عامل كهرباء في الكافيه اللي بوبي فيه، بس على مين؟ بوبي لقط الحوار كله وقال للمجرم دي مش ايد عامل شقيان طول اليوم. فالمجرم بيضحك من ذكاء بوبي وقال له ما دام انت جامد قوي كده يا اسطى فيلا بكل هدوء وتعالى معايا. ولكن فجأة بتيجي عربية قدام العربية اللي فيها مورجان بره هو ورجالته وبتحجب عنهم الرؤية. الكهرباء بتقطع في الكافيه، بنسمع صوت هبد ورزع، وكان طبعا المجرم الله يرحمه
بيخرج بوبي من الكافيه وكان بيصور في مورجان ورجالته اللي هو بقى يضحك يا اسطى الصوره تطلع حلوه، وطبعا بيجروا وراه علشان يخطفوه، بس على مين؟ ابننا بوبي دارس بره وجوه وهيفرتكهم، وبالفعل بيفضل يصطاد فيهم واحد ورا التاني بالشكل ده. كان بيخلص عليهم، وفي الاخر مورجان بيقرر انه يقتحم شقته ويجيبوه من قفاه بقى عشان الحوار زاد عن حده. في الوقت ده بوبي كان في الشقه بيغلي العسل وبياخده وبيدخل الحمام يعالج بيه جروحه. كان المجرمين في الشقه بيدوروا عليه لحد ما بيوصلوا للحمام، لما بيفتحوه مش بيلاقوا حد فيه، وده لان بوبي ابننا مش تلميذ يعني، كان في الحمام بس في حمام تاني في شقه تانيه في نفس الشارع برضه. أزيدكوا بقى من الشعر بيت، بوبي كان بيراقبهم من خلال الكاميرات اللي زرعها في الساعة وفي المنبه وفي كل مكان في الشقة، وكان سامعهم وعارف كل تحركاتهم. في الآخر مورجان قال لهم إن الراجل ده بيراقبنا، وبيأمرهم إنهم يفتشوا كل المنطقة عليه وبياخدوا نفسهم وبيمشوا. وتاني يوم بيسافر بوبي وبيروح لاتنين من صحابه وبيفرحوا جدا أول ما بيشوفوه، وده لأن يا سادة بوبي أخطر وأذكى عميل سري، وفي آخر عملية ليه زيفوا خبر موته، وزميلته قالت له إن الجنازة بتاعته كانت فخمة السنين وبتعزيه في مراته اللي ماتت غدر. المهم بوبي بيعرفها اللي حصل معاه، وبيكون جاي لها علشان تجيب له معلومات عن مورجان وايه اللي بيعمله في البلد. تاني يوم بتيجي سوزان في الطياره وبتبقى جابت ليه نهايه الحوار كله، وان الباشا مورجان شغال لحساب راس كبيره قوي اسمه باشكي، وده بقى شغال في الشمال وبيصدر بنات لبره، وشغال في غسيل الاموال والمخدرات واي حاجه شمال هو راشق فيها. لما بيبقى في مشكله كبيره بيبعت مورجان يحلها، ومورجان ده بقى كان ضابط في الجيش تم طرده بسبب انه مريض نفسي مهووس بالقتل والتعذيب. بنروح مع بعض للضابط اللي كان مش على بعضه لانه خايف من بوبي اصلا، وفجاه بيسمع صوت انذار عربيته فبيجري على الجراج، بيلاقي ان في خرطوم غاز في العربيه، وهنا بيظهر بوبي وبيضربه وبيحبسه في العربيه وبيقفلها عليه، وبيقعد على الكرسي وبيشوف الضابط وهو بيتخنق من الغاز. فبوبي بيفتح له الشباك وبيقول له المفروض انك ضابط وتحمي الناس، لكن للاسف الفلوس عمت عينيك، ونهايه الحوار هتساعدني وتعرفني مكان غسيل الاموال ولا لا؟ طبعا الضابط في الاول بيرفض بس في الاخر بيوافق. بياخد بوبي معاه وبيدخله للوكر السري اللي فيه بيتم غسل الاموال، وكان محل جزاره لكن من جوه مليان عمال بتعد وتكيس في الفلوس. المهم بيدخل الضابط اللي مسك الحوار هناك وبيقول له ان الراس الكبيره امرت ان بوبي هو اللي يمسك مكانه، فالراجل مش بيعجبه الكلام وبيروح يرفع السلاح على بوبي اللي في لمح البصر بيخطف منه السلاح، وبيقول له انت ورجالتك على الارض وكتفوا نفسكم بنفسكم وخلينا حلوين مع بعضينا. في الاخر بوبي بيدي لكل بنت من اللي شغالين رزمه فلوس، وبيقول لهم ان صاحب الشغل هيصفي كل حاجه ودي مكافاه اخر الخدمه ومتشكرين لخدماتكم. بيقول بوبي للضابط ان الشرطه في طريقها للمكان، وبيطلب منه الفلاشه اللي عليها المعلومات السريه لكل العمليات الشمال بتاعت مورجان وباشكي. وبالفعل بيروح بوبي للبنك ومعاه مفتاح لخزنه تخص الضابط اللي كان مأمن نفسه، ومعاه فلاشه عليها حاجات تودي في 60 داهيه، وبيتم القبض على الضابط والعداله بقى تاخد مجراها. المفاجأة ان الشرطة بتلاقي آلاف الصناديق اللي مليانة بالفلوس ورجالة باشكي اللي متكتفين ومرميين على الأرض. بنروح لمورجان اللي كان بيتغدى في المطعم وبيلاقي بوبي فوق راسه وبيقول له أنا عرفت كل حاجة عنك، وبيطلع إن مورجان كان يتيم أب وأم واتبناه راجل عجوز غني عنده 5 عيال. مورجان كان عنيف وبتاع مشاكل، وعلى الرغم من كل ده إلا إن العجوز كان بيحبه برضه وبيحل له مشاكله. ومع الوقت حب العجوز لمورجان كان بيزيد لدرجة إن مورجان خاف إن لما عياله الحقيقيين يكبروا يحبوهم أكتر منهم، فقام قاتل الراجل ومراته وهرب. المهم بوبي قال له أنا مش هطول عليك أكتر من كده لأن الدمعة خلاص هتفر من عينك، وبيسيب له رقم تليفونه وبيقول له تسيب البلد في أمان وتفكك من الجرايم وتمشي من هنا وإما موتك هيبقى على إيدي. وبيمشي وبيسيبه. بيشغل بوبي الفلاشة وبيلاقي عليها بلاوي، فبيبعت كل الملفات اللي عليها لظابط جامد ورن عليه وقال له شوف إيميلك. لما بيقفل معاه بيلاقي إن في شحنة على المينا، ودي الشحنة اللي باشكي مستني إنها توصل له. ابننا بوبي بيفجرها وبيفرتكها وبيخسر بوشكي كتير قوي لدرجة إنه بيتصل بمورجان وبيقول له خلاص مش عايزك لأنك بقيت فاشل. مورجان بيتضايق جدا وبيدور على أي نقطة ضعف لبوبي، وبيلاقي في صوره إنه دايما معاه الحارس، فقال بس أنا أخطف الحارس وأساومه عليه. بالفعل بيعمل كده، بيخطف جاك وكمان الموظفين أصحاب بوبي وبيكلموا وبيعرفوا إنه لو ما جاش في خلال نص ساعة هيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني. بوبي ابننا بيقتحم المكان اللي هو شغال فيه، وطبعا كان حافظ كل شبر هناك، بدأ إنه يصطاد في المجرمين واحد ورا التاني بكل سهولة، وكان بيخلص عليهم في ثانية إلا ثانية وبينقذ أصحابه. في الآخر بوبي بيقول لجاك خد الباقيين واهربوا من الباب اللي ورا لأن مورجان ورجالته على وصول.
بعد شوية فعلا بيوصلوا، وبوبي بيلعب في الكهرباء بتاعة المكان وبيشتت انتباههم، وبيبدأ انه يقتلهم بطريقة مرعبة. بيشد واحد بالجنزير وبيخنقه، والتاني بيدخل في رقبته السكينة وبيصفيه، وفي لحظة مورجان بيضرب عليه نار، بس بوبي بيهرب بسرعة لكنه بيتصف كتفه، فبيسخن حتة حديدة وبيحطها على الجرح بالشكل ده. فنان يا جدعان والله. وبيجي من ورا مجرم تاني وبيخرم دماغه بالشنيور عادي، اللي هو أحلى مسا عليك يعني. وبيجي بقى مجرم ضخم كده طول بعرض بارتفاع، انما ايه، بيضرب كل المرايات بالرصاص، بيفرتك الازاز على الارض لانه عارف بوجود بوبي في المكان. في الاخر بيهجموا على بعض في قتال عنيف جدا، وعلى الرغم ان بوبي سندال ونينجا الا ان المجرم كان شديد عليه. وبعد معركة كبيرة بينهم دامت لوقت طويل، بيقدر أخيرا بوبي إنه يخلص عليه، لكنه بيتلزق في الأرض والإزاز بيدخل في جسمه ومش بيقدر إنه يقوم. وإذ فجأة بيوصل جاك اللي رفض إنه يهرب ويسيبه، كان بيشده وبيقول له خلي بالك يا اسطى، أنت أكتر من 85 كيلو. وتمارين بوبي جابت معاه بنتيجة. المهم بوبي قال له اجري وافتح أنوار المكان من الأوضة الرئيسية، وفعلا جاك بيجري وبيعمل كده. أما مورجان فشاف جاك وكان ماشي وراه بالسلاح، وبيقدر جاك انه يفتح انوار المكان في الوقت المناسب، بس للاسف مورجان بيوصل له. بيتمالك جاك اعصابه وحضر سلاح، وهي موتة بقى ولا اكتر، ولكن فجأة بوبي بيوصل ومعاه مسدس الشرايح، بيبدأ انه يرمي بيه على مورجان اللي اتمسمر مكانه بالشكل ده، وحركته اتشلت. وفي الاخر بوبي بيمس عليه برصاصة في رقبته جابت اجله في الحال. كل ده كان قدام جاك اللي ما كانش مصدق اللي بوبي عمله. بقى هو ده بوبي ملاك الرحمة؟ الدنيا حصل فيها ايه يا جدعان؟ بعد كام يوم بيروح بوبي زيارة للراس الكبيرة بوشكي اللي كان عمال ينده على رجالته، وفجأة بوبي اختفى، وبيلاقي بوشكي الأوضة مليانة مية وسلك الكهرباء، وبيموت متكهرب. بينزل بوبي وبيمشي هو برنس في نفسه كده، وكانت رجالة بوشكي على الأرض بعد ما بوبي مس عليهم. في يوم من الأيام بتظهر لينا وبتقابل بوبي وبتشكره، وبنعرف إنه ساب لها في المستشفى الظرف اللي فيه 10,000 ورقة مكتوب فيها تسيب البلد حالا. بنعرف كمان إنها بدأت حياة جديدة وبقت واحدة تانية خالص. وفي الآخر بتشكر بوبي وبتتمنى له حياة سعيدة، وبتمشي وبتسيبه. وهنا بيخلص فيلمنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم.